تبون بعد بشار الأسد. اسمع. العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية تحديدا، وهذا لم يتغير. يعني لا أتحدث الآن عن زلزال، في كل قضايا سياسية أخرى، ومن الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بشكلها الناصع والجميل خلال هذه الحرب. هذا الكلام الخطير كان قاله بشار الأسد منذ سنة أثناء إرسال الجزائر مساعدات لنظام بشار الأسد وليس لسوريا، ولكن وقتها كشف بأن النظام الجزائري دعمه في الحرب. قال لك ليس فقط في قضية الزلزال. معناتها هذا التصريح الخطير يؤكد أنه آخر نظام مشابه لنظام بشار الأسد في المنطقة العربية على الأقل هو النظام الجزائري، وأنه الهدف القادم للقوى الكبرى، والآن كل البوادر تشير إلى أن النظام الجزائري هو القادم بعد نظام بشار الأسد. لم يبقى الآن إلا هذا النظام. اليوم يعني صار مع الإدارة الأمريكية القادمة خصوصا لا مكان للنظام الجزائري في عالم الغد. عامل لا استقرار في شمال إفريقيا. تعرفوا أوروبا تخشى التهديدات تاع قضايا الهجرة وغير ذلك، تدفق المهاجرين غير الشرعيين في حالة الحروب. واليوم النظام الجزائري صار عامل لإشعال الحروب في المنطقة، لتغذية النزاعات. قضية البوليس، ميليشيات البوليساريو اللي يدعمها والتي هي عامل لا استقرار كبير، وغيرها من الأمور التي ستعود بالويلات وبالكوارث على الجزائر. مؤخرا تصنيف الجزائر في قائمة الدول الممولة للإرهاب، وضعها في القائمة الرمادية اللي هي قبل القائمة السوداء. قضية الحرية الدينية وتقرير الخارجية الأمريكية اللي يضعنا في لائحة الدول المتابعة بتهمة انتهاك الحرية الدينية بسبب حماقات النظام الجزائري. كاتب الدولة الأمريكي القادم للخارجية ماركو روبيو اللي طالب بفرض عقوبات على النظام الجزائري بسبب قضية الحرية الدينية، بسبب قضية التسلح من روسيا. هذه الأمور كلها في قادم الأيام تضع بأن النظام الجزائري هو الهدف القادم، وأنه لابد لنا كجزائريين أن الناس في المنطقة تتأكد اليوم من ضرورة وأهمية، والأهم الآن هو إخراج الجزائر من سيطرة النظام هذا الجزائري الفاسد والمتعفن بأقل وأخف الأضرار على الشعب الجزائري وعلى الجزائر وعلى المنطقة أيضا، لأنه انفجار الجزائر هو انفجار للمنطقة أيضا. هذه هي نتيجة نظام ما عندوش رؤية. نظام البارحة كان يقول لك على المعارضة السورية جماعات الإرهابية، واليوم يقول لك أطراف السورية. يعني ساعات قبل سقوط نظام بشار الأسد هذا ما كان يقوله النظام الجزائري. يعني غياب كل للرؤية، غياب كل للاستشراف، ونظام يعني ودولة. اليوم الدولة الجزائرية تحت حكم نظام جعلنا دولة مارقة، النطاق فوايو، والله المستعان دائما.